السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي. لما شاء الله الرحمن الرحيم يعني غندير واحد التدبر يعني هو شخصي، يعني صراحة يعني ما عمرني ما يعني سمعتو شي حد، يعني هو سبحان الله العظيم فتح رباني، الحمد لله والشكر لله. وفي الآية الأخيرة في سورة البقرة يعني سبحان الله العظيم، هنا يا ربي سبحانه وتعالى يقول لنا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إلى آخر السورة. هنا بالنسبة أنا الأول آية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني بالنسبة لي أنا يعني سبحان الله العظيم أن ربي سبحانه وتعالى لا يكلف النفس إلا الوسع ديالها، يعني بمعنى والله أعلم أن الإنسان يعني إلى جاتو يعني شي مصيبة او شي او اي حاجه، يعني ماشي غير مصيبه، يعني شي قدر قدروا عليه الله. تعرفوا ان القدر هو كاين فيه الخير وكاين فيه الشر، يعني اي قدر من الاقدار سواء خير سواء شر سواء، يعني هو يا ربي يعني تيرسلوا لك على القياس ديالك. هو الله سبحانه وتعالى عالم واعلم، يعني هو اعلم بنا، ان ربي سبحانه وتعالى عارف القياس ديالنا، عارف ان حنايا التحمل ديالنا، القوه ديالنا. يعني اي واحد جاه شي اختبار من عند الله سواء بالخير او بالشر، تنعرفوا ان الابتلاء يعني المؤمن سبحان الله دائما تيمشي الابتلاء انه شر، هو الابتلاء يمكن انه يكون خير، يمكن ان الله سبحانه وتعالى ييسر لك يعني شي رزق، وهذاك الرزق ممكن انه يكون ابتلاء، يبغي ربي يعرفك واش غادي يعني داك الخير غادي يعني تصدق منه، غادي يعني تحسن الاستخدام ديالو. سبحان الله العظيم، يعني هو الخير في الشر يعني هو الابتلاء في الخير وفي الشر كما قلنا، وكيف ما جات في سورة الفجر. يعني سبحان الله هنايا انا نعطيكم غير قصه ديالتي انا. يعني جاني واحد الوقت، يعني عطاني ربي واحد الخير، وداك الخير يعني خاص ضروري واحد عمل خيري، يعني واحد العمل خير. وداك العمل الخير يعني سبحان الله العظيم جاني في واحد الوقت، لان انا مشغوله بزاف فيه وما عنديش يعني كيفاش غادي ندير. وبعض المرات كنت يعني تنديرو انايا، يعني ماشي تنديرو لوجه الله تعالى، ولكن بعض المرات كنت يجيني شي زيغ من الشيطان انني هادشي راه بزاف عليا وانا كثير عليا، وانا يعني هادشي كلشي انا غنديرو لراسي وانا. وسبحان الله تماك فين جاتني هاد الايه القرانيه، الله سبحانه وتعالى رسل ليا يعني سبحان الله الشرح ديالها انك انت قادره انك ديري هذا العمل هذا، ولو انك ما مسالياش، ولو انك ما عندكش الوقت، ولو لان ربي مادام رسلو لك الا انت قادره انك تقومي به. سبحان الله العظيم، والله لو سبحان الله، يعني اللهم لك الحمد ولك الشكر، ربي يسر لي انني درتو على اكمل وجه. اللهم لك الحمد ولك الشكر، نحمد الله ونشكر ربي لانه هو اللي اعانني. وهذا تيخليني يعني اي حاجه يعني جاتني في الحياه ديالي ولا جات لاي واحد في ولادي، ولا تنقول لهم هذه الايه هذه وقلت يعني ضروري ما غنشرك بها حتى الناس، يعني اللي يقدر شي واحد انه يطيح في الفيديو هذا وان شاء الله ويكون محتاج ليه يسمعه. انك خويا ولا اختي، انك اي حاجه جاتك، يا سواء خير او شر، يا سواء رزق او مرض، يا سواء موت او يعني اي حاجه، وخصوصا هذا الشيء اللي واقع فيه خوتنا في فلسطين، انه هو ابتلاء، انه تكليف من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هما يقادرين عليه، لان ربي كلامه حق: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لو كان الله سبحانه وتعالى عارف ان انتم يعني ماشي في الوسع ديالكم هذا الشيء اللي وقع لكم، كان ربي ما غاديش يرسلوا لكم. مادام ربي سبحانه وتعالى اختبركم نتوما من دون يعني عباد الله سبحانه وتعالى، الا نتوما قادرين ان شاء الله الرحمن الرحيم انكم يعني تدوزوا هذه المرحله هذه، وان شاء الله الرحمن الرحيم تفوقوا عليها وتغلبوا عليها بامر الله سبحانه وتعالى، بالعون من الله سبحانه وتعالى، ماشي بالعون اي واحد، العون يعني الله ونفوسكم. وانتم خوتي، اي واحد كان في ابتلاء، اي واحد كان في مرض، اي واحد كان في ضيقه، اي واحد مات ليه ولده، مات ليه بنته، مات ليه حبابه، نتوما قادرين انكم يعني تدوزوا هذه المرحله هذه، وان شاء الله الرحمن الرحيم انكم يعني تغلبوا عليها وتدوزوا هذه الاحزان هادو، لان ربي سبحانه وتعالى قال لنا في الكتاب ديالنا، في كتابه، في كلامه: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
يعني سبحان الله العظيم. يعني دبر خوتي في كلام الله سبحانه وتعالى، راه سبحان الله العظيم، راه يعني فيه كل شيء، فيه الشفاء يعني الصدور للمؤمن، لمن يؤمن بالله تعالى وان كلامه حق. اما للانسان عنده باقي عنده الخلط، وباقي عنده يعني عدم الرضا في بعض احكام الله سبحانه وتعالى، يعني اكيد انه ما غاديش يعني ربي سبحانه وتعالى ييسر ليه يفهم هذه الايه هذه. وسبحان الله العظيم الا فهمتوها ودخلتوها لقلوبكم وعقولكم يعني غترتاحوا، غتوليو اي حاجه جاتكم تقولوا الحمد لله والشكر لله، وغتعرفوا انكم هاد الشيء اللي جاكم نتوما قادرين انكم تغلبوا عليه وقادرين انكم تجاوزوه. وخصوصا خوتي حنا تنشوفوا غير يعني ابتلاءات اللي هي تتكون في النظر ديالنا انها خايبه، في النظر ديالنا انها يعني ابتلاء يعني صعيب، وهو راه الله سبحانه وتعالى يعني لا يكلف، يعني هو ربي سبحانه وتعالى اي ابتلاء تكون فيه خير. وعسى تكرهون شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبون شيئا وهو شر لكم. تنتمنى من الله ما غلطش في الايه. وهنا تغيسالي الفيديو ديالي، وتنتمنى من الله سبحانه وتعالى او اترجى من الله سبحانه وتعالى انكم يعني يهديكم ربي سبحانه وتعالى، يعني انكم يعني تفهموا هذه الايه هذه، طلبوا ربي سبحانه وتعالى في صلاتكم انكم تفهموا كتابه، وربي غادي تنزل عليكم هذه الايه يعني كالسكينه، يعني كالبلسم للجروح ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.